السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. احنا اليوم في مطار بغداد الدولي متوكلين على الله باتجاه المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لهذا الموسم 1446 هجرية. وهي تعتبر هي أول رحلة بالنسبة لي بالتفويج إلى الديار المقدسة. الحمد لله والشكر. احنا طبعا كل تفويج بده يصير الطيران على المدينة المنورة، عندنا وعد غيرنا على الخطوط الجوية العراقية، وهاي هسه حاليا هي بمناسبة المولد النبوي الشريف، فاكو ضغط الحقيقة على المدينة المنورة، خصوصا يعني بالمدينة المنورة على اعتبار السكن كله مركزية. بس ان شاء الله احنا السكن اللي نريده واللي دائما نسكن به احنا حصلناه ولله الحمد. فإن شاء الله نتواصل وياكم متابعينا الكرام حال ما نوصل إلى المدينة المنورة، وإن شاء الله ما راح ننساكم من صالح الزيارة والدعاء. مثل كل مرة عادة البرنامج مالتنا هو نفسه نحافظ على المستوى اللي نأديه، الأداء اللي نأديه للحجاج من ما يخص السكن، ما يخص الطعام اللي نختاره لهم، السكن وقربه على الحرم المكي الشريف والحرم النبوي الشريف، الهدايا اللي تعطى، الجنط اللي تعطى للمعتمرين، يعني المزارات اللي تؤدى هناك. الحمد لله والشكر ما صارت عندنا اي اخفاقات من خلال هاي الاربع سنوات اللي فوجنا بها من بعد احداث كورونا، والحمد لله. وهاي المعتمرين اللي يروحون ويانا يتكلمون بهذا الموضوع، الرحلات ومستوى الرحلات اللي تصير عندنا من خلال الموسم الواحد. فإن شاء الله ما راح يصير عندنا أي تقصير سواء كان بالسابق ولا بالحالي. الرحلة الجاية نتكلم عليها إن شاء الله، ونقول دائما أنه أنا أبلغ بها وأذكرها على القناة. رحلتي الجاية اللي يحب يسجل ويانا على الرحلة الجاية 15/10 إن شاء الله، بالشهر الإنجليزي 15/10. أنا رجعتي راح تصير 20/9، فمن بعدها راح يصير عندي اعلان بالبرنامج وبكلفه البرنامج، لان البرنامج له علاقه بالطيران فيتاثر الصاعد نازل، البرامج تتاثر بالطيران. فان شاء الله نعلن في وقتها على القناه، اللي يتابعونا يعرفون انه دائما اتكلم عن البرنامج وتفاصيل البرنامج. هذه المفاجأة علينا. هنا كان ينام الحجي، طبعا منايمين. اي والله منايمين، لأن سفر وتعب السفر تعرفون، واحد من يصير عنده سفر دائما يكون قلق يعني، ووقت الرحلة اي والله فما قدرنا ننام، يعني نايمين من أول البارحة. الحمد لله والشكر، إن شاء الله نوصل سالمين.
الحمد لله على سلامة الوصول إلى مطار المدينة المنورة. وصلت المعتمر مالك بسلامة الحمد لله والشكر. هذا المطار من الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة. هذا هواية وفر على المسافرين الحجاج والمعتمرين. العناء كان سابقا تربط في جدة ومسافة 400 كيلو إلى أن يوصل إلى المدينة، باعتبار الوجهة هي المدينة المنورة. هسه صار انه تربط الخطوط الجويه العراقيه بالمدينه المنوره، يكون المسافه حدود ثلث ساعه الى المركزيه الى السكن، يعني حوالين الحرم النبوي الشريف. هاي دائما نضبط في هذا المطار. اغلب الرحلات تربط المدينه. الحمد لله والشكر. الحمد لله على سلامتكم الحجاج. كلكم تعبانين. هذا سفر بعد الطيران. هاي المساوئ مالته زينها بشينها نقول الحمد لله احنا زائرين، فنتحمل على روحنا ان شاء الله. بس حبيت يعني اتطرق الى كم فقره شويه تنتبهوا لها اذا وصلنا بسلامه. اللي جاي سابقا يعرف، واللي ما جاي يقول لازم ينتبه. هنا الضوابط بالمملكه لازم في الحج او في العمره الى الروضه الشريفه المباركه بالحرم النبوي الشريف. الروضه اللي نقصد فيها قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما بين بيتي وليس قبري، ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. صلى على محمد وال محمد. هاي الروضه شويه يصير ضغط عليها وازدحام عليها، فهنا نستخدموا التصاريح، يعني ما تدخل الحجاج الا تصريح مطبوع، ويتابع هذا الامر وزاره الحج ثم الشركات السياحيه السعوديه، ويصير تنسيق مع الجانب العراقي بدخول الجروب بالعدد، النساء نساء والرجال رجال، ويخلون جدول للنساء والرجال بوقت ما لا يزيد على نصف ساعه بالدخول الى الروضه الشريفه. فيها ازعاجات بالدخول، لكن واحد يريد يدخل نعرف بالتوقيتات وليش نعطي مساحه ضيقه بالدخول الى الروضه، لان الاعداد كلش كبيره خصوصا في المدينه المنوره على عكس مكه. يعني قد يسال سائل يقول زين هو نفس الزائر اللي بالمدينه راح يرتحل الى مكه؟ لا، اكو اغلب الاحيان يصير انه يجي يكتفي يزور ويطلع يرجع الى محافظته من البلد. يجون من عدة محافظات يكتفي بس فقط بالزيارة، فلذلك يصير الضغط على المدينة أكثر. النقطة الأخرى هو موضوع السكن. المدينة دائما يعني اختناقات بي وضغط يضغطون الحجي جاي عدة مرات. عندي أنا ثلاثة حتى تحصل مضايقة. والسكن الثاني يصير في فرق حتى يسكن يضمن سكنه هو والدته هو وزوجته، هذا الخيار متروك له بدفع فرق، بالنتيجه يسكنون الحالة. ظلموا انفسهم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. ايش كانت النتيجه؟ لوجد الله توابا رحيما. يعني رغم هاي الذنوب اللي احنا عارفه في اعناقنا، نسال الله من فضله انه ما يخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا ببركه الصلاه على محمد وال محمد. لذلك رحمه الله عليكم، لذلك يقول لنا الحسن عليه السلام عندما يستقبل زوار رسوليه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حبيبي قلبي يا عمري. عيني. هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، طبعا أول مسجد اللي في آخرتي ودنياي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وعن كل من قلدني الزيارة والدعاء وكل من يعنيني أمره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. السلام عليك يا زين القيامة. السلام عليك يا شفيع القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت أمتك وجاهدت في سبيل ربك. التحية وأطهر الصلاة وعلينا منكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خاتم النبيين. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على زيارة السيدة الزهراء سلام الله عليها.